في بعض المواقف والعلاقات والحاجات اللي انت ممكن تمر بيها تستنزف طاقتك جدا وتحسسك ان انت بتعمل حاجات فوق طاقتك. خد بقى عندك قلق، توتر، تعب، مشقة، معاناة، بتحس بحاجات يعني مش من المفروض انك تحس بيها اصلا. انا كان بيجي عليا اوقات اقسم بالله والله العظيم انا ما كان بيجي لي نوم، وده بسبب ان انا كنت طول الوقت بحاول ان انا اسيطر على بعض المواقف وبعض العلاقات، والموضوع ده شبه مستحيل. فاحنا النهارده هنتكلم عن حاجه ما تقلش اهميه عن اي حاجه انت ممكن تسمعها في حياتك، وهي نظريه التغافل. أنا أحمد عبد الحميد، أهلا بكم في حلقة جديدة عن نظرية التغافل، والنهاردة هنشرح أهمية الموضوع وهنحاول إن احنا نتكلم فيه سواء بقى بشكل عميق أو بشكل علمي، بس الأهم يعني إن أنا أنقل لك تجربتي ليك بحيث إن احنا نطلع من الحلقة بأكبر استفادة، وأحس إن أنت فعلا استفدت، وإن شاء الله حلقة تكون جميلة وخفيفة عليكم. نخش في الموضوع على طول. حابب أبدأ الموضوع بقصة ميل روبنز. ميل روبنز دي واحدة كان من الناس اللي هي كانت بتعاني في حياتها جدا وبتحس بمشقة وبتحس تعب حياتها الزوجيه، في الشغل، في البيت، مع الاولاد، مع الزوج، مع اهلها. من اكتر الناس اللي هي كانت بتعاني في حياتها. ميل روبنز معروفه طبعا، عامله كتب يعني ياما. فميل روبنز لما اتكلمت عن نظريه التغافل كانت بتحكي قصه حفله تخرج ابنها، وان هو كان بيتخرج وان هو ما كانش اول واحد يتخرج من اولادها، لان هي كانت عندها 4 بنات وعندها ابنها الاخير ده. فالموضوع بدا في يوم حفله تخرج ابنها، لما ابنها بدا ان هو يتصرف بعض التصرفات اللي هي مش مرضيه ليها نهائي، فكانت بتحاول طول الوقت ان هي تسيطر على الموقف. فهنا كان تركيزها كله على السيطره على الموقف، مش ان هي تحتفل بحفله تخرج ابنها. فميل روبنز بتقول خلال الشهر اللي احنا كنا بنحضر فيه قبل حفله التخرج كان ابني متوتر جدا، كان حاسس بقلق رهيب، كان اصلا رافض فكره حفله التخرج. هي بعد اقناع شديد ليه يعني ان هي تقنعه ان هو يحضر حفله تخرج او ان هو يعمل حفله تخرج ويشارك فيه، كان الموضوع صعب. فالمهم الولد اقتنع، فبعد ما اقتنع وافق بالعافيه. هي حبت ان هي مع البدله والحاجات اللي هي اشتريتها له ان هي تجيب له شويه اكسسوارز. فالولد وافق ان هو يلبس بدله، بتقول له خد الاكسسوارز دي عشان خاطر تلبسها. قال لها لا انا مش عايزها، انا مش حاببها، انا حابب ان انا البس البدله كده. قالت له ليه؟ ده انا جبتها لك من الحته الفلانيه بعد معاناه وطلبت الاوردر، وعبال ما جالي وعبال ما كلمت الراجل وعبال ما دورت وعبال ما لقيت الحاجه اللي هي عجباني، فخد البسها تبقى شكلها جميل جدا مع البدله بتاعتك. فالولد راح طبعا اتعصب، فقال لها انا مش عايز البسها، خلاص سيبيني براحتي. هنا وهي بتوصف احساسها ان هي حست بنغزه في قلبها، حست ان قلبها اتقبض كده. فبتقول ليه يعني انا كنت بعمل حاجه كويسه عشانه، فهو ليه بيعاملني بالطريقه دي؟ وبدات ان هي تعدي الموقف عادي. فجه في مره اتجمعت مع ابوه، ففضلت تفضفض له وتتكلم معاه في النقطه دي، قد ايه الولد بيتعامل بطريقه مش حنينه او مش سلسه. هو قال لها خلاص كبري دماغك انت الكبيره. فهو ولد برضه صغير، وطبعا هو اكيد مضغوط مع حفله التخرج والمشروع والكلام ده كله. فعدي الموقف، خلاص قربوا يوصلوا لحفله التخرج. فبتقول له انت هتعمل ايه في اليوم ده؟ قال انا هاخد صحابي وهنروح نتغدى في مطعم انا مش فاكر اسمه بصراحه، فالمطعم ده صغير. فقالت له انت ازاي هتخش انت واصحابك اللي هم 20 ل 30 واحد هتقعد في المطعم ده؟ مفيش كراسي هتكفيك. قال لا احنا هنتصرف، ما تشغليش بالك بالموضوع. قالت له يا ابني طب هشوف لك مطعم تاني، طب مش عارف ايه. قال لها امي ما تشغليش بالك يعني احنا هنتصرف. فهنا للمره الثانيه بتقول ان انا حسيت برضو ان انا زعلانه، انا قد ايه انا فرحان عشان خاطر حفله تخرجك وانت بتتعامل معايا بطريقه يعني قد ايه هي اسيا. فهنا بتقول قلبي اتقبض. فالمهم بتقول يصادف ان اليوم ده المفروض ان الاجواء تبقى فيه كويسه جدا، يصادف ان اليوم ده يبقى فيه مطره شديده والشوارع تتملي ميه واللي بيمشي في الشارع هدومه بتتبهدل وكل حاجه بتتبهدل. في نفس اليوم رنت عليه قالت له انت خدت معاك شمسيه؟ قال لها لا. قالت له طب هجيب لك شمسيه قابلني. فالولد مش عايز يقطع قعدته مع اصحابه واحتفاله بحفله تخرجه والانبساط اللي هو فيه وان هو يروح لمامته ياخد الشمسيه. فقال لها مش مهم، احنا خلاص قاعدين هنتعامل. هنا قالت له لا انت فين قابلني وما تنشفش دماغك ولازم تاخد الشمسيه. فالموضوع كانت هي بتحاول ان هي تساعده، مش قصدها ان هي تخنق عليه. بس الولد هنا برضو قال لها امي سيبيني، انا عارف انا بعمل ايه، سلام. فراح قفل المكالمه. هنا قعدت مع نفسها وقد ايه هي مكسوره الخاطر وبدات تحس ان هي ضحيه. ودي نقطه مهمه جدا لان هي موضوع الحلقه بيثبت لك قد ايه هي مش ضحيه، قد ايه هي غلطانه. لازم نفهم الحته دي بالذات. لما حست ان هي ضحيه كانت قاعده جنبها بنتها الكبيره، فبصت لها كده قالت لها ليه بتعملي كده؟ سيبيه براحته، مش لازم تسيطري على الموقف، سيبيه هو حر. فقالت لها هدومها تتبهدل. قالت لها ما تتبهدل. قالت لها والجزمه مش عارف. قالت لها سيبي الجزمه تتبهدل وسيبي هدومه تتبهدل وان شاء الله يقعدوا فوق دماغ بعض، انت ما تشغليش بالك بالموضوع، ليه عامله ده كله؟ فهنا بتقول لما انا سرحت في الكلمات بتاعت بنتي حسيت ببرود شويه، يعني حسيت كأن في تلج نزل على قلبي. طالما هو مش هيحصل له ضرر، طب ليه انا عامله ده كله؟ ما براحته، هدوم تتبهدل عادي، جزمه تتبهدل عادي، لقوا مكان ما لقوش مكان عادي. قعدت تفكر
في الموضوع لحد ما عملت له كتاب وسمت الكتاب ده نظريه التغافل. طبعا خلال رحلتها في صناعه الكتاب بدات ان هي تسال دكاتره علم نفس، تواصلت مع اكتر من دكتور عشان تعرف هل الموضوع ليه دلائل فعلا في علم النفس ان دي حاجه فعلا مفيده ومفروض ان احنا كبني ادمين نعملها في حياتنا. فلقيت فعلا في دلائل على الموضوع، فمن هنا اطلقت عليه نظريه التغافل. دي من روبنز وكتابها عن نظريه التغافل. تعال بقى احكي لك عن تجربتي الشخصيه في نظريه التغافل دي. لو عايز تعيش اسوأ ايام في حياتك والوقت يعدي عليك بجد، الثانيه بتعدي عليك ساعات وتحس بوجع ونغزه وقد ايه انت مقهور، ما تتغافلش. ده لو انت عايز تحس بالحاجات اللي انا قلتها لك دي. فن التغافل هنا انا بشوف ان هو نعمه احنا لازم نحافظ عليها ونكبرها وننميها، لان الموضوع قد ايه هو بجد مضر. انا عايز اكلمك في نقطه مهمه. زمان كنت بشوف بعض الحاجات من صحابي، من قرايبي، من اهلي، من امي، من ابويا، من اختي، احس بكسرة كده واحس بوجع واتعصب واتشنج واخد الموضوع على اعصابي، وازاي ده يحصل؟ لازم اللي في دماغي يحصل، او لازم ابرر موقفي، او لازم اقنعك، او لازم اسيطر على الموقف. ده كله ملوش اي 30 لازمه، مش لازم. فلو احنا هنستند بحاجه كبيره جدا فاحنا هنستند بايات ربنا. ربنا في القران الكريم قال لك لست عليهم بمسيطر. خلاص، ما تسيطرش. مش مطالب منك انك تسيطر على حد، مش مطالب منك انك تيجي على نفسك عشان خاطر حد، مش مطالب منك انك تستحمل انك تغير او تعدل في سلوكيات او في طباع حد. هو كده يبقى هو كده، لان من رابع المستحيلات بالعقل، من رابع المستحيلات انك تتحكم في الاخرين. كان في كود كده كنت انا شايفها من فتره بتقول لك ان من اكبر مصادر السعاده هو السيطره على حاجات انت فعلا عندك القدره انك تسيطر عليها، ومن اكبر مصادر التعاسه والقلق والتوتر والحزن هو انك تحاول تسيطر على حاجات انت مالكش القدره انك تسيطر عليها، ولا ليك القدره انك تعدل فيها اي حاجه. فهنا الموضوع اتشبه بالتعاسه. التعاسه دي حاجه رهيبه جدا، ربنا يعفيها عني وعنكم. دي نظريه التغافل. طب تعالوا نفرض شويه اسئله. هل التغافل ضعف ولا ذكاء؟ مبدئيا كده نظريه التغافل هو انك تبقى فاهم اللي قدامك هو عايز ايه، او يقصد ايه، او عايز يوصل لك ايه، او هو جواه ايه، بس انت بتختار انك تسكت مش علشان خاطر انت مش واخد بالك. هنا انت بتسكت عشان خاطر راحة بالك. من اكبر النعم والحاجات اللي انت ممكن تحس بيها نتيجة التغافل هي راحة البال. طبعا انتوا عارفين ان راحة البال محدش يقدر يشتريها بكنوز الدنيا دي كلها. في ناس معاها مليارات ومع ذلك هي بالها مش مرتاح. من الحاجات المهمة برضو اللي انا عايز اوضحها لك هو الفرق ما بين التغافل والتنازل، لان هنا في فرق كبير جدا ما بين الاثنين. التغافل هو بكل بساطة هو ان انا اعدي موقف. التنازل هو ان انا اقبل اهانه. يبقى خلاص عرفنا التغافل هو ان انا اعدي موقف، التنازل هو ان انا اقبل اهانه. الاثنين ضد بعض، فما فيش حد يجي يدمج ما بين الاثنين او يفكر ان الاثنين واحد. هو تغافل يعني تنازل، لا، ده حاجه وده حاجه. من الحاجات المهمه برضو اللي ممكن تيجي في دماغك امتى نستخدم التغافل: مع الناس اللي ملهاش لازمه، او في النقاشات اللي ملهاش لازمه، او مع اشخاص او علاقات هي بتحب ان هي تستفزك او تستنزف طاقتك، اللي هي العلاقات التوكسيك. وضروري جدا ضروري جدا 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 انك تستخدم التغافل في العلاقات، مش علشان تنهار. لو انت فاكر ان انت بتتغافل في العلاقه فانت بتتغافل عشان تكمل، مش بتتغافل عشان خاطر العلاقه تنهار. دي من ضمن الفوائد اللي انا خدت بالي منها برضو مؤخرا في حياتي وفي علاقاتي، هو ان انا على قد ما بقيت اتغافل على قد ما انا بقيت اجتماعي اكتر وعندي علاقات اكتر. علاقاتي ما بقتش ان هي تنهار بسهوله. افتكر زمان كنت انا تقريبا 17 سنه كان عندي التغافل ده معدوم، مفيش تغافل نهائي. اي حاجه بتحصل في الدنيا باخدها على اعصابي. كان يحصل موقف من واحد صاحبي افضل افرك. بص يعني الموضوع بالنسبه لي يبقى مميت. انت ازاي تعمل كده؟ لازم افكر ولازم اجيبه ولازم اكلمه ولازم اسمعه كلمتين ولازم مش عارف ايه ولازم ابرر له ولازم افهمه ليه تعمل كده. ساعتها 17 سنه وكنت مرتبط، ما اعرفش دي ازاي، دي مع ان دي كارثه لوحدها اصلا. المفروض انا اروح اتعالج من الموضوع ده اصلا. 17 سنه ومرتبط. فمؤخرا عرفت طبعا ان ده غلط. انا ساعتها ما كنتش فاهم. ساعتها كنت برضو في علاقات العاطفيه ماشيه علاقات عاطفيه مع اني كنت صغير، بس تمام ماشي الدنيا. كان بيحصل مواقف وحاجات كانت بجد بتخليني احس ان النوم بيهرب من عيني، لدرجه ان انا كان قولوني بيتعب. والله العظيم كان بيجي لي وجع في بطني كده، احس ان دي نهايه العالم. هم سكتوا هفرتكوا. عارفين انتوا الاحساس ده طبعا. من ساعه ما بدات ان انا اتغافل عن حاجات وامشي الدنيا عادي. نزلت وما كلمتنيش عادي، خرجت مع اصحابي وما كلمتنيش عادي، صحابي متجمعين مع بعض ومن غيري عادي، كلمت فلان وما ردش عادي، محتاج حاجه من فلان وما عملها ليش عادي، طالما ما فيش اي ضرر واقع عليك تغافل. باختصار
باختصار كل اللي احنا اللي قلناه ده يختصر في حاجة صغيرة جدا: طالما مفيش ضرر واقع عليك تغافل. مش لازم تقف عند المواقف ولا لازم تقف عند العلاقات طول ما الموضوع مش بيأذيك، لان انت لو ما تغافلتش هتتأذي وهتتضر. فانت لازم تفهم النقطة دي كويس، وهو ده التغافل باختصار، وهو ده موضوع الحلقة. طب امتى التغافل يبقى غلط عشان برضو الناس تبقى واخدة بالها؟ التغافل يبقى غلط في بعض الحالات: لو في اهانة، لو في استغلال، لو التغافل هنا بيمرمط كرامتك، فهنا التغافل اللي بيوجعك ده مش تغافل. وانا كاحمد برضو بشوف ان التغافل ما ينفعش يبقى مع كل الناس. في بعض الحاجات بتحتاج مننا ان احنا نبذل مجهود وبتحتاج مننا طاقة، حتى لو الطاقة دي تستنزف فاحنا لازم مجبرين ان احنا نفضل ورا الحاجة دي، زي علاقتنا ببابا ماما اخويا اختي ابني مراتي. بعض الصداقات هو امر لابد منه، ده في حالة طبعا ان انا حسيت ان في ضرر مع الشخص اللي هو قريب مني ده. انا دلوقتي مثلا هديكم مثال، يعني مثلا انا بعمله مع ابن اختي مثلا بيبقى نازل خارج، هو شاب عنده 16 سنة سن مراهقة، بيبقى نازل خارج مع اصحابه، فهو رايح مثلا يقعد في حتة معينة انا مش عايز يقعد فيها، بقول له مثلا: حسين خلي بالك المكان الفلاني جميل او اخرج فيه. انا هنا ببقى حاسس ان المكان التاني اكتر امان او مريح اكتر او بعيد عن اي سيناريوهات ممكن تحصل. فبقول له مثلا: حسين انا انزل المكان ده مثلا، على فكره تحفه جميل وفي هناك بلاي ستيشن، في هناك مش عارف ايه بتاع. هو وافق كان به، ما وافقش خلاص. طالما هو المكان اللي هو رايحه ده انا عارف ان هو ما فيش ضرر فيه. وهنا بقى التركايه اللي انا هقول لك تعملها في اي موقف عشان تعرف تستخدم امتى التغافل. في اي موقف او في اي علاقه لما يحصل اي حاجه تضايقك او تخليك تاوفر سينكينج عليها او تفكر فيها، حسبه بسيطه جدا: توقع اسوأ سيناريو ممكن يحصل. لو لقيت ان اسوأ سيناريو ده ما فيش منه ضرر وان هو عادي موقف وهيعدي، خلاص يبقى هنا انت مطلوب منك انك تتغافل. طب لو انت توقعت اسوأ سيناريو وحسيت ان هنا لا هيحصل كارثه، مفيش تغافل بقى ولا في اي حاجه. وهنا انت مش بتسيطر على موقف، انت هنا بتنقذ شخص عزيز عليك من ان هو يقع في غلط او ان هو يقع في كارثه كبيره. دي بكل اختصار كانت حلقتنا، اتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. ومبسوط جدا ان انا شاركتكم حاجه زي كده النهارده، لان بجد دي من الحاجات اللي انا بحبها جدا. ويمكن في بعض الناس بجد والله بدون مبالغه بتحسدني عليها، ودايما بتفضل تقول لي انت بني ادم بارد. بس هو الفكره ان الموضوع مش برود، هو الموضوع ذكاء. احنا لازم نعمل كده عشان نمشي الدنيا ونعدي حياتنا. لو احتجت مني اي استفسار اكيد هتكلمني في اي وقت، هتتواصل معايا باي شكل من الاشكال، وانا اكيد هساعدك ومش هقصر معاك في اي حاجه. اشوفكم دايما بخير واستناكم الحلقه الجايه. مع السلامه.